يوم 4 نوفمبر سنة 1922 خرج الطفل حسين عبد الرسول من بيته متوجه إلى مكان عمل البعثة الأثرية الإنجليزية بتاعة جامعة أكسفورد في منطقة وادي الملوك، يودي المية للعمال اللي بيشتغلوا في الحفريات، واللي كانت بقيادة هاورد كارتر وبالإنفاق والدعم المادي بتاع اللورد كارنرفون. الطفل دوت علشان طفل ذكي جدا، لما الحمار بتاعه تعثر في أحد الحفر حس إن في حاجة في الحفرة دي، فأخد جرة من جرار المياه وعلم بيها الحفرة دي، وبعدين راح استدعى العمال بتوع هاورد كارتر علشان ييجوا يشوفوا الحفرة دي فيها ايه. وبالفعل العمال وصلوا للمنطقة وبدأوا الحفر، فعثروا على 3 درجات سلم قادتهم لأعظم كشف أثري تم في القرن العشرين، وكان الفضل في هذا الكشف الأثري للولد المصري حسين عبد الرسول، اللي هو يعتبر المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون. طبعا بعد كده الكشف الأثري ده نسب إلى هاورد كارتر، ويدوب الراجل مشكورا كرم طفل حسين عبد الرسول بأنه خلاه يرتدي القلادة بتاعة توت عنخ آمون ويتصور بيها امتنانا منه للكشف الأثري اللي قادوا ليه، واللي كان هاورد كارتر بيبحث عنه في وادي الملوك لسنوات عدة، وكان خلاص فقد الأمل في الوصول ليه، وكان بالفعل بيستعد للمغادرة، ولكن شاءت الأقدار إن هذا الطفل يكون السبب في هذا الكشف الأثري العظيم. وإحنا النهاردة بنديله حقه وبنقول إن حسين عبد الرسول هو المكتشف الحقيقي لهذه المقبرة وليس هاورد كارتر. كان الكشف الأثري العظيم لمقبرة الملك توت عنخ آمون سنة 1922 على يد الطفل المصري حسين عبد الرسول ليه أثر كبير جدا في نشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة في تلك الفترة. الكشف الأثري تصدر عناوين كل الصحف العالمية، ونسب للأسف الشديد هذا الكشف الأثري لهاورد كارتر، ولم يأخذ الطفل حسين عبد الرسول اللي من عيلة عبد الرسول، العيلة اللي كانت رغم إن هي كانت بتعمل في تجارة الآثار في تلك الفترة، إلا إنهم كان ليهم الفضل الكبير في اكتشافات عديدة جدا وهامة جدا من الحضارة المصرية القديمة. المقبرة أسفرت عن كشف ل5400 قطعة تقريبا موجودة في المقبرة، وبنقول عليها واحدة من أكمل المقابر اللي تم العثور عليها في وادي الملوك. بنقول إن المقبرة دي تكاد تكون لم تمس، وبنقول إن هي تكاد تكون لم تمس لأن بالفعل تم فتح المقبرة دي وقفلها مرة تانية وختمها بختم الملك حورمهب اللي حكم بعد توت عنخ آمون. ربما في بعض الأغراض سرقت من هذه المقبرة وتمت إعادتها، ربما كان في بعض الحاجات التي لم تنتهي للملك توت عنخ آمون، وبعد أن انتهى الفنانين من عملها تم فتح المقبرة ووضعها في المقبرة. طبعا ما نقدرش نعرف السبب الحقيقي، ولكن احنا بنقول إن هذه المقبرة تكاد تكون لم تمس لأنها تم فتحها وإعادة ختمها في عهد الملك حورمهب.